مصر غيرانه عشان ترامب راح عند دول الخليج وما جاش عندها. المصريين كلهم زعلانين وغيرانين، ازاي يروح الثلاث دول دول وما يجيش لمصر؟ دي حقيقه لازم تعرف، مصر هي اللي رفضت. الكلام ده كان قدامكم الفتره اللي فاتت، مصر والقياده السياسيه هي اللي رفضت، سواء قرارات ترامب او طلباته. ترامب قدم دعوه لمصر ان الرئيس السيسي يروح يزوره، والرئيس السيسي رفض. كل الملفات اللي امريكا وترامب عرضوها على مصر، مصر رفضتها. يعني مصر قدام العالم احرجته. مش مستنيين ان حد يقول مصر بتعمل او ما بتعملش، مصر بتشتغل من غير ما تقعد تتكلم وتعمل شو. انا ما بروحش ارمي فلوس عشان اطلب بيها الحمايه، وما بروحش ارمي فلوس في دول ثانيه واعلي لك اقتصادك انت. هي دي مش عبقريه خالص على فكره. لو من وجهه نظركم دي خطه جامده تمام، الله المعين. دوله مصر بتعمل ايه؟ بتنوع مصادر التسليح، مش معتمد على دوله توفر لها الحمايه، لا مصر بتحمي نفسها. ولو قعدنا نعمل صفقات من هنا للسنه الجايه، العبره بالجند المصري مش بالاله. بنجيب من الصين وبنجيب من تركيا وبنجيب من فرنسا وبنجيب من روسيا وبنجيب من المانيا ومن كل دول العالم، وبننقل التكنولوجيا بتاعه التصنيع عندنا، لان احنا دوله عندها قرار وبنحمي نفسنا. ما عندناش قاعده، ما عندناش حد بيوفر لنا الحمايه. بلاش تخلي حد يضللك، لان في فرق كبير بين دوله قرارها من دماغها وبين دوله بتتبع قرارات دول ثانيه.